مين بيعمل احلى سندوتشات كبده في بورسعيد؟ يحيى العيوطي ولا الفلاح؟ ده السندوتش بتاع العيوطي، جاي معاه ترشي. سعر السندوتش ده 15 جنيه. كميه الحشو كويسه، كبده عليها فلفل وطحينه. ده كبده الفلاح، عنده الفينو فيه ب 11 وب 15. الفرق ان ابو 15 ده الحشو بتاعه بيبقى اكتر شويه، عشان كده انا جبت ابو 15 جنيه عشان يبقى نفس سعر العيوطي. بيجي معاه قرن فلفل وليمون بره، نفس ستايل اولاد الفلاح بتاع اسكندريه، وطبعا هم مش تبع بعض المحلين، بتاع اسكندريه ملوش فروع تانية. كميه الحشو عند الفلاح اقل شويه من يحيى العيوطي. الكبده عليها فلفل بس من غير طحينه. هو الستايل بتاعها كده برضه، اولاد الفلاح نفس الحكايه. طعمها حلو زي الكبده اللي متعودين عليها، لان في محلات دلوقتي بتبيع كبده طعمها غريب، ما اعرفش، مش الكبده التقليديه اللي احنا عارفينها. الكبده كمان بتاعت العيوطي ممتازه، الطحينه مخليه السندوتش برضه خطير. الفلاح عنده كمان كبده في عيش شامي، دي الحشو فيها كان حلو وعجبني اكتر من الفينو، مع الفلفل كان خطير السندوتش ده. وحلو قوي حركه الفلفل اللي بيجي مع السندوتشات دي، ممكن برضه يحيى العيوطي يقدمها. الفلاح بيبيع كبده بس، وممكن تشتريها طلب او سندوتشات، اما العيوطي بيعمل سندوتشات اكتر، كبده وسجق وكفته وشاورما والحاجات دي. الاتنين ممتازين، لو طلبت من اي واحد فيهم هتتبسط. فلاح كميه الحشو اقل، فانا عاجبني الفينو بتاع العيوطي اكتر، اما الشامي بتاع الفلاح كان خطير بصراحه. وبس في رايي دول افضل مكانين بيعملوا كبده في بورسعيد. سلام.